ما ينفعش فقدان الشغف هو اللي يحركك، انتي ماشية مبدأ اسمه الاستمرارية. انا هستمر مهما الدنيا اتشقلبت حواليا ومهما ايه حصل. قلت ايه بقى، حاجة اجهز معاكم ونرغي مع بعض شوية. فانا قلت حاجة من الاتنين، يا اجهز وانزل يا اجهز واصور وانزل. فاحنا هنجهز مع بعض وبعدين نبقى ننزل يعني. حاسة أنا برغي لوحدي وهتجنن، فاكتبولي ردوا عليا في الكومنتات علشان ناخد وندي في الكلام مع بعض كده. بصوا يا جماعة، الهالات السوداء من النوم، قلة النوم ده شملتني حرفيا. فاحنا ايه، هنداري على كل ده. كمان معنديش خبرات رائعة في الميك اب، يعني انا ايه احط الاساسيات بس، وما بحبش اصلا احط وبحب ادمج بايدي. معرفش ليه بس بحسهم ايه بيندمج كده اسهل واسرع. المهم عندي ليكوا سؤال، I think انا عندي الاجابة بتاعته، بس عايزة ايه اشوف انتوا بتعملوا ايه لما بتحسوا ان انتوا اتشتتوا او طاقتكم خلصت، وبتكملوا ازاي؟ بجد انا عايزة اعرف. انا بحس ان لازم افصل، انا لو ما فصلتش مش هعرف اكمل. بمعنى ايه؟ يعني عندنا مثلا الموبايل انت بتفضلي تستخدميه طول الوقت، بيبقى ايه، بيبقى 100%، صح ولا لأ؟ بتبقى طاقته 100%. بتيجي انت بتفضلي تستخدميه بقى، تفتحي ابليكيشن وتفتحي حاجات كتير قوي، وايه تستخدميه بقى وطاقته ايه 100%. بتيجي وقت كده تلاقي ايه جابلك اشارة بعد بقى استخدام كتير وحاجات كتير، بيجيبلك بقى ايه اشارة ان الشحن بتاعه بقى كام، بقى 20%، طاقته بقت 20%، صح ولا لأ؟ بتطنشي والله. انا مش عارفة السان سكريم اللي حطيته معرفش عمل لي كده. المهم بتبقى طاقته كام، 20%. تيجي انتي بتتجاهلي ايه الموضوع ده، صح ولا لأ؟ بتتجاهليه تجاهل تام وترجعي تستخدميه عادي. يجي بعدين يديكي ايه ان هو بقى 10%، ترجعي تستخدميه ولا كأن اي حاجة حصلت، تستخدميه ايه عادي. المهم تيجي يبقى 10% وتستخدميه كمان عادي، صح ولا لأ؟ بعدين يجي يجيبلك إشعار إنه بقى إيه، بقى 5%، تستخدميه عادي لغاية ما تلاقيه فصل منك، طاقته خلصت، عمال يديكي إشارات وطاقته خلصت. أنا بحس إن إحنا زي الموبايل كده، بنبقى طاقتنا عالية جدا، تمام؟ فبنبقى طاقتنا عالية، بنيجي إحنا نعمل إيه، جسمنا يدينا إشارات أول ما نبدأ إيه نفصل، جسمنا يبدأ يدينا إشارات. المهم جسمنا يبدأ يدينا إشارات، وإحنا نعمل إيه بقى، إيه نتجاهل. جسمنا يقولك يا حاجة، يا حاجة أنا عايزة أفصل، وانتي ولا هنا. يا حاجة أنا مش قادرة أكمل، هنقع في نص الطريق، وانتي بصي مش راضة، مش بتردي أصلا عليه. يا حاجة والله ما قادرة أكمل، يا بنتي اسمعي مني هنفصل، وانتي مكملة برضو. جسمك بيديكي إشارة إنك محتاجة إيه ترتاحي، لازم ترتاحي شوية. احنا بنتجاهل كل ده، فبنيجي في الآخر بنفصل، مش بنقدر نكمل. أنا بعشق الكحل حرفيا يا جماعة، بحب أحطه من فوق كده بيبقى حلو. المهم احنا ايه ما بنردش أصلا على ما بنردش أصلا على عقلنا ده ولا على إشارات جسمنا، وبنفضل نكمل ونيجي في الآخر نقف، نعطل.
بعدين نقول طب احنا عطلنا ليه؟ طب ما انت جسمك زي الموبايل عمال يديك اشارات انه خلاص هيفصل شوية وهيفصل، مش قادر يكمل، انت بتعملي ايه؟ ولا الهوا. فانا بشوف ان لازم تاخدي بريك، عادي جدا انك تاخدي بريك، لان انت هيجيلك وقت لما طاقتك تخلص مش هتعرفي، الاضاءة باظت، مش هتعرفي حتى تتحركي من على السرير. بجد لما طاقتك تخلص مش هتعرفي تتحركي من على السرير حتى، وطاقتك تبقى خلصت. فعشان كده انت محتاجة هدنة، لازم في نص الطريق تقف، يعني في نص الطريق كده لما تحسي ان خلاص انت مش قادرة، عادي جدا تقفي وتاخدي بريك. لكن مش العادي انك تكملي وتفضلي مستمرة وتقولي عادي مش مهم. المش مهم ده هيجي في الاخر على دماغك انت، لان انت هتفصلي ومش هتقدري تكملي، حتى مش هتقدري تقومي تتحركي من على السرير. فاحنا لازم نفصل، لازم ندي نفسنا وقت نشحن ونرجع نكمل. زي الموبايل لما بيفصل بتعملي ايه؟ بتشحنيه لغاية ما يبقى 100% بيرجع يكمل. بس انتي في الموبايل استنيتيه لغاية ما فصل خالص، لكن انتي لأ، انتي بتفصلي في النص، تاخدي طاقة وتشحني نفسك وترجعي تكملي عادي جدا. كمان حاجة، بلاش فكرة ان فقدان الشغف هو اللي يحركك، لان انتي ممكن تفقدي الشغف في وقت ما ينفعش اصلا تفقدي الشغف فيه. فانتي ما ينفعش تتحركي في فكرة فقدان الشغف. انت ممكن يكون عندك حاجات كتير جدا وفقدتي الشغف، هل فقدان الشغف ده هيخليكي تقفي عن كل الحاجات اللي انت بتعمليها وتوقفي حياتك؟ لا، احنا بنمشي بالاستمرارية. انا مودي زفت، حياتي الدنيا متبهدلة، فقدان الشغف انا استمرارية. انا جالي فقدان شغف وكل حاجة، بس انا مستمرة. تمام. فقدان الشغف مش هو اللي بيحركنا. انا بحب درجات الروج اللي هي النود دي، بتبقى تحفة. المهم ان زي ما قلتلك، مش فقدان الشغف هو اللي يحرك. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش انت ما ينفعش تمشي فكرة فقدان الشغف. يا جماعة، هو ده الميك اب، انا ما بعملش اي حاجة غير كده وبس، حرفيا. المهم، ما ينفعش فقدان الشغف هو اللي يحركك. انتي ماشية مبدأ اسمه الاستمرارية، انا هستمر مهما الدنيا اتشقلبت حواليا ومهما ايه حصل. فبلاش فكرة ان فقدان الشغف هي الوقود اللي بتحركني، والله انا فقدت الشغف الوقود خلص ووقف. لا، احنا استمرارية، احنا ماشيين بالاستمرارية. قعدت فترة كنت معتمدة جدا على ان انا خلاص الشغف بقى، انا فقدت الشغف ومش هقدر اكمل. لقيت ان في حاجات كتير قوي عطلت مني، كورسات مثلا كنت باخدها، انترنشيب كنت بنزلها، لا الدنيا وقفت. فانا مش همشي بفقدان الشغف. انا حتى لو مودي مش حلو، فقدت الشغف، مش قادرة اتحرك من على السرير، لا انا الاستمرارية. مش معنى ان الاستمرارية ان احنا زي ما قلتلك نكمل من غير ما ندي الاشارات لحاجة يا ست احنا لا محتاجين بريك. لا، استمرارية تمام، ولكن لو حسيتي انك خلاص مش قادرة وهتفصلي وجسمك بدأ يديكي وطاقتك بدأت تديكي اشارات، نوقف، ناخد بريك. البريك ده مثلا ممكن تطلعي مع نفسك، تعملي حاجة بتحبيها، بحيث تفصلي من مود مثلا الشغل والدراسة والحياة. هي البريك كده، مش افصل مثلا لمدة اسبوعين، لا ده احنا كده فقدان الشغف قضى علينا حرفيا. فاحنا نمشي بمبدأ الاستمرارية، ما نخليش فقدان الشغف هو الوقود اللي بيحركنا، بلاش. فانت لو هتقدري تكملي تمام، مش هتقدري يبقى زي ما قلتلك انت محتاجة تفصلي. ما انت ما تفضليش شغالة 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 وتلاقي نفسك مرة واحدة الدنيا باظت منك، انت مش قادرة تتحركي، مش قادرة تعملي حاجة. فعشان كده انت لازم تفصلي في النص. ودايما دايما اشغلي وقتك، اشغلي وقتك، اشغلي فراغك. جماعة، الفراغ بهدلة الدماغ. انا بجد كاتباها هنا، انا كاتباها في
في ستيكي نوت قد كده كاتباها هنا، بجد كاتباها قدامي: الفراغ بهدلة الدماغ. فانتي اشغلي وقتك بأي حاجة، ما تخليش وقتك كده فراغ. فانتي اشغلي وقتك، اشغلي يومك، ما تخليش ايامك كده. انتي اصلا لو لقيتي ايامك كلها ماشيه كده فاضيه ومفيش حاجه بتعمليها، هتلاقي نفسك بصي دماغك من كتر الفراغ دماغك اتبهدلت، اوفر ثينكينج بقى، وتفتكري حاجات من وانتي في كي جي 2. فالفراغ بهدلت الدماغ. فما تخليش يومك ابدا فاضي. انزلي اخرجي بصي اتنططي كده، ولكن ما تخليش يومك يبقى عباره عن فراغ خالص. صوت الفراغ اللي هو زز، الزن ده لا بلاش منه، لان الزن ده اصلا هيشغل الاوفر سينكينج عندك، وبصي هتتشلوحي. فنصيحة مني ليكي: بلاش الفراغ، انزلي اخرجي، اتعاملي مع ناس. يا جماعة حاجة مهمة قوي: حبي الخير لغيرك. حبي الخير لغيرك. لقيتي واحدة ناجحة، واحدة مجتهدة، واحدة شاطرة، حبي لها الخير. ماشي، ادعي انك تكوني زيها وتوصلي مثلا ليها والاحسن منها كمان، ولكن حب الخير لغيرك. محدش هياخد نجاحك، والله والله ما في حد هياخد نجاحك. اللي هو مثلا انت حاجه واحده شايفاها وصلت لحاجه انت كنت عايزه توصلي لها، حبي لها الخير جدا. اتمني كمان من قلبك انك تكوني زيها، عادي جدا. ولكن بلاش الانتقاد بقى، بلاش نبصلها بنظرة اللي هو لا انت ما تستاهليش المكان ده. لا والله، كل المجتهد واللي بيحاول وبيسعى يستاهل. فبلاش بلاش بلاش جو الحقد ده. حب الخير لغيرك. والله 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 الدنيا فيها ملايين الناس الناجحة، كل واحد ليه مكانه. فالعالم كبير، العالم واسع، تقدري تنجحي في اي حاجة ادام سعيتي ليها وحطيتي اهدافك واشتغلتي. ما احنا مش هنحط الاهداف ونسعى ونشتغل واحنا قاعدين مكاننا، لا، احنا بنحط الاهداف وبنسعى وبنشتغل علشان نوصل للحاجة دي. لكن ما نقولش الله انا عايزة ابقى اعمل شركة. طب انت هتعملي الشركة انت قاعدة مكانك على السرير، قاعدة على كنبة بيتكم اللي انت مش بتتحركي من عليها. عايزة تعملي شركة وانت قاعدة على كنبة بيتكم، دي فكرتك انت، بس انت دلوقتي تعملي الشركة دي في خيالك. بجد انا حاسه ان انا بجلدكوا، بس والله دي حقيقه. انتي حطيتي اهداف، اشتغلي واسعي ليها. هي سهله، هي معادله: حطيت هدف، انا بسعى وبشتغل وبدعي، بس النتيجه دي مش بتاعتي. والله وصلت للاهداف بتاعتي تمام، ما وصلتش هبقى تحت شويه، هشتغل مثلا في شركه كبيره، شركه محترمه. ولكن ما احطش اهداف وانا قاعده على كنبه بيتنا، لا. وبس دي كانت حلقة النهاردة. جماعة جماعة، لحظة 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 لحظة. جماعة، انتوا لو مش متابعيني على التيك توك وعلى الانستجرام، فهم هناك عارفين ان انا عملت نضارة. استنوا. جماعة، نظري الإضاءة جاية فيها، انا حاساها كبيرة شوية بس يعني لذيذة، لذيذة جدا، انا حباها قوي. فانتوا لو مش متابعيني على التيك توك وعلى الانستجرام، هم عارفين ان انا عملت نضارة. فاتفضلوا، هسيب لكم اللينكات في الصندوق الوصف اللي تحت اسمه الديسكريبشن بوكس، هسيب لكم فيه اللينكات. وبس كده، دي كانت حلقة لذيذة كده، دردشنا مع بعض، انا ما كنتش مجهزة الكلام طلع كده. ف لايك، شير، سبسكرايب. بجد هزعل منكم، انتوا ما بتعملوش كومنت ليه؟ بجد انا عايزاكم تتفاعلوا كده معايا في الكومنتات عشان نحس ان احنا اسرة مع بعضينا. واعملوا شير لاصحابكم، للناس اللي حواليكم، عشان هم كمان يستفادوا من الفيديوز الحلوة اللذيذة دي. ولا انتوا بس اللي عايزين تستفادوا؟ واعملوا لايكات، انا عايزاكم تعملوا لايكات عشان احس ان الفيديوهات بتعجبكم. وبس دي كانت حلقة النهاردة، اشوفكم في الحلقات الجاية. Thank you for watching، مع السلامة.